قائمة أفلام عيد الفطر 2026. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنشارك معاكم القائمة الكاملة لأفلام عيد الفطر 2026 وقصة كل فيلم فيهم مع أبطاله باختصار ومن غير كلام كتير. بس في البداية برشح ليك موقع موفي بيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. فيلم برشامة. الفيلم أحداثه بتدور جوه لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة الخاصة بطلاب المنازل. عارف إجابة السؤال الأول يقول يلا يا جماعة الصمت ده مقلق. وبتبدأ الحكاية هنا لما بيقرر طالب منهم إن هو يخترع طريقة جديدة ومبتكرة للغش علشان ينجح، ولكن القرار ده بيخليه في مواجهة مباشرة ومطاردة شرسة مع المراقبة اللي ماسكة لجنة الامتحانات، واللي بتصمم إن هي تفشل كل محاولاته. ومن هنا بتبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية. مش هغشش يا عمدي. الفيلم من إخراج خالد دياب ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب، والفيلم من بطولة هشام ماجد وباسم سمرة ورهام عبد الغفور وحاتم صلاح ومصطفى غريب. ان شاء الله يطلع مننا مهندسين ودكاتره بسببك. يعني ده منظر دكتور؟ لا مهندس. فيلم ايجي بيست. عايز اتفرج على فيلم حلو. سهلة. يجي بيست. الفيلم ده بيحكي عن قصة حقيقية عن 2 صحاب بحي المرج في القاهرة، حبهم وشغفهم بالسينما بيخليهم يعملوا موقع إلكتروني لقرصنة الأفلام. عارف يجي بيست اللي مكسر الدنيا؟ أنا اللي عامله. ومع الوقت الموقع ده بيحقق نجاح خيالي وبيتحول لإمبراطورية رقمية ضخمة، بس النجاح السريع ده بيقلب حياتهم وبيحطهم فجأة في وش صراعات معقدة ومشاكل قانونية وأخلاقية كبيرة جدا بسبب انتهاء حقوق الملكية الفكرية. فكره ان هو وصل لنا دي لوحدها كارثه، مصيبه. افرز استخبارات واحده على ارض العريض ده بسرعه. الفيلم من إخراج مروان عبد المنعم ومن تأليف أحمد حسني ومن بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد حسنين وميشيل ميلاد. فيلم سفاح التجمع. الفيلم ده كمان قصته متاخده من احداث حقيقيه، وبيحكي عن شاب اسمه كريم اتربى في عزله عن الناس، وده بيخلي عنده دوافع اجراميه كبيره تكبر جواه لحد لما بيبقى قاتل متسلسل بيستدرج الستات. بس الدنيا بتتعقد معاه اكتر لما بيقع في حب بنت، فبيقرر ان هو يخطط لجريمه اخيره علشان يجمع منها فلوس ويبدا حياته من جديد معاها. كل ده بيحصل في نفس الوقت اللي الشرطه بتبدا تكتشف فيه هويته الحقيقيه. وما حسيتش ولا مرة بأي تعاطف تجاه المجني عليهم؟ كلهم يستاهلوا. فيلم من إخراج وتأليف محمد صلاح العزب ومن بطولة أحمد الفيشاوي وعدد من الممثلات. فيلم فاميلي بيزنس. ونبقى فاميلي بيزنس. الفيلم أحداثه بتدور حوالين عيلة بسيطة بتعتمد على السرقات الخفيفة علشان تقدر تعيش، لحد لما حياتهم بتتغير تماما لما الأب بيقرر يتوب وبيفكر في خطة بديلة. مفيش سرقة تاني. طب هنعيش ازاي؟ هننصب. وهو إنه يشغل كل أفراد أسرته جوه بيت عيلة غني من غير ما يظهروا لأصحاب البيت ده إن هم قرايب لأسباب معينة، ولكن التناقض الكبير اللي ما بين الطبقتين دول بيخلي وراه سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية. وأقدر أقول لكم أمكم ممكن تكون معاكم في القصر. لا يا ولاء يا بنت بطني يحرسك من الحرامية. الفيلم من إخراج وائل إحسان ومن بطولة محمد سعد وغادة عادل وهيدي كرم ودنيا سامي وأحمد الرافعي. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا أحب أقول لك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقول لنا إيه أكتر فيلم متحمس له في العيد ده، وسلام.